السلام عليكم أصدقاء شريط السينما في حلقة جديدة ومن بعد غيبة. والنهاردة حبينا نفتح بوابة الزعيم عادل إمام وندردش في حلقة سريعة عن بعض النقاط والمحطات السينمائية للنجم الكبير. ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. كلنا عارفين المسيرة الكبيرة والحافلة للنجم عادل إمام اللي امتدت لأكتر من نصف قرن. قدم لنا من خلالها أكتر من 165 عمل ما بين سينما لمسرح وتلفزيون، ويعتبر الزعيم واحد من أقوى الفنانين على مدار التاريخ نجاحا وأكثرهم جماهيرية. لكن يجي هنا السؤال، هل بعد كل النجاح ده مفيش ولا فيلم الفنان عادل إمام فشل أو كانت إيراداته أقل من المتوقع في شباك التذاكر؟ في القائمة اللي جاية دي هنوضح أقل أفلام الزعيم عادل إمام إيراداتا من حيث أفلامه السابقة. ونبدأ بفيلم أنا اللي قتلت الحنش إنتاج سنة 85، يعتبر واحد من أقل أفلام الفنان عادل إمام إيراداتا بالنسبة لأفلامه اللي فاتت ونجاحاتها اللي كانت مكسرة الدنيا. وبرضه فيلم ولا من شاف ولا من دري إنتاج سنة 83، تعتبر إيراداته أقل من المردود اللي كان منتظره الزعيم، ويمكن ده اللي بيفسر عدم عرضه كتير في التلفزيون. وبرضه فيلم رمضان فوق البركان إنتاج سنة 85، يعتبر ان مستواه كان اقل من المتوقع بالنسبه لافلام الفنان عادل امام. ونيجي بقى دلوقتي لواحد يعتبر من اقل افلامه حسب تصريحات الفنان عادل امام نفسه، هو فيلم هلو امريكا انتاج سنه 2000. وبرضه فيلم مسجل خطر انتاج سنه 91 ما لقاش النجاح المتوقع كما هو المعتاد. وخد عندك برضه فيلم اسمه اتنين على الطريق، جاز محدش سمع عنه كتير ولا بيتعرض كتير، وده كان انتاج سنه 82. ولكن اللي استغربت له انا شخصيا اثناء تجهيز الحلقه هو فيلم خمسة باب انتاج سنه 83، واللي اظن ان بيرجع فشله لاسباب سياسيه، والدليل على كده نجاحه بعد كده في شرايط الفيديو كاسيت بعد انتشارها. القائمه لسه ممتده، ونروح لفيلم انتخب الدكتور سليمان عبد الباسط انتاج سنه 81. ونيجي لفيلم نزل في نفس السنه وهو فيلم ليله شتاء دافئه، واللي يعتبر واضح جدا ان هو مستوحى من فيلم يوم من عمري اللي عند عبد الحليم حافظ سنه 61. ونختم بقى بفيلم الحريف انتاج سنه 83، واللي عدم نجاحه في شباك التذاكر ادى الى خلاف فضل مستمر بين الفنان عادل امام والمخرج محمد خان. وتعالوا بينا برضو ننتقل لسؤال تاني بيتردد كتير واظن انه سؤال مهم، هل الفنان عادل امام كان بيرفض الاعمال اللي بيطلع فيها في دور تاني او تالت او ما يكونش هو المتصدر المشهد؟ وده طبعا هنقدر ان احنا نحسبه من بعد ما ابتدى رسميا ياخد ادوار بطولة مطلقة. واذا اعتبرنا ان فيلم الزعيم عادل امام كاول بطولة مطلقة ليه كان هو فيلم البحث عن فضيحة انتاج سنة 73، وده طبعا بناء على ان دور مجدي اللي هو كان بيقدمه يعتبر هو الدور الرئيسي والمحوري للفيلم. فبناء على اللي قلناه ده نقدر نقول انه بالعكس، انه بعدها عمل افلام تعتبر بطولة جماعية ودوره فيها كان كمان بطل تاني او تالت. وعندك مثلا فيلم صابرين انتاج سنة 75 اللي كان بطولة النجوم نجلاء فتحي ونور الشريف ويوسف شعبان وبعديهم عادل امام. كمان عندك فيلم جنس ناعم انتاج سنة 77، واللي بالمناسبة تم عرضه بعد مسرحية شاب ما شافش حاجة اللي كانت طبعا بطولة مطلقة للنجم عادل إمام إنتاج سنة 76. والفيلم ده كان بطولة النجوم ماجدة وسمير صبري وعادل إمام. كمان عندنا فيلم عيب يا لولو يا لولو عيب إنتاج سنة 78، واللي يعتبر إعادة إحياء للفيلم الكلاسيكي الجميل أيامنا الحلوة، واللي تعتبر بطولته كانت بطولة جماعية ما بين النجوم نيلي ومحمود عبد العزيز وعادل إمام وعزت العلايلي. رغم مشوار الزعيم الحافل بالنجاحات اللي انه اعترف في اكتر من مناسبة انه ندم على بعض الادوار اللي رفضها وبعد كده شاف نجاحها بعينه، لكنه برضه استكمل بعدها وقال انه بعد نجاح الافلام دي اعترف فعلا ان ما كانش هيقدر يقدمها بنفس البراعة اللي قدمها ابطالها. ومن ضمن الادوار اللي اتعرضت عليه وبعد كده راحت لنجم زميل كان فيلم سواق الاتوبيس، اللي اعترف بعد كده ان ما كانش هيقدر يقدمه بالبراعة اللي قدمها النجم نور الشريف. وكمان عندنا فيلم الكيت كات اللي فعلا اجاد فيه حسب تصريحاته النجم محمود عبد العزيز واداه باداء فوق الوصف. وكمان عندنا فيلم البيه بواب اللي قبل ما يتم عرضه على النجم احمد زكي كان معروض على النجم عادل امام، ولكنه اشاد باداء الفنان احمد زكي وبشده. نيجي بقى للسؤال اللي اتسال لمعظم ابناء الجيل الحالي، هل لو جات لك الفرصه للوقوف امام النجم عادل امام في اي عمل
هتوافق ولا هترفض؟ وطبعا كانت الاجابه بالاغلبيه ان الوقوف امام الزعيم عادل امام يعتبر حلم بالنسبه لهم، كلهم بيحلموا بيه ولو كانت لمشهد واحد. وفي الكام سطر اللي جايين هنتعرف بقى على بعض الفنانين اللي جات لهم الفرصه ولكنهم رفضوا الوقوف امام الزعيم عادل امام. عندنا مثلا نجم كريم عبد العزيز اللي رفض الوقوف امام الزعيم عادل امام في فيلم عريس من جهه امنيه، والدور راح للنجم شريف منير. وبرضه الفنان سامح حسين اللي صرح في اكتر من لقاء ان كان معروض عليه دور في مسلسل الفنان عادل امام مسلسل فالنتينو لكنه رفض، والدور راح بعد كده للفنان حمدي المرغني. هذا عادل امام زعيم ماشي فوق راس العقل، علشان هو زعيم ما ينفعش اشتغل حاجه مش حلوه معاه. يعني يوم ما هقابلك وانا بحبك، هقابلك وانا متبهدل الدور ما ولا كان هقابلك عاجبك؟ وانا الدور مش عاجبني. شنو كان؟ اللي هو ابن اخوه. وبيحكي الفنان الراحل طلعت زكريا ان كان المرشح الاول لفيلم طباخ الريس هو كان الزعيم عادل امام، لكنه طالب ببعض التعديلات في السيناريو وتم الرفض من قبل فريق العمل علشان الدور يروح بعدها للفنان خالد زكي. وحصل بعد كده خلاف بسيط ما بين الفنان طلعت زكريا والنجم عادل امام، انتهى بعد مشاركة الفنان طلعت زكريا في مسلسل العراف. وبكده انتهت حلقتنا، وارجو انها تكون حلقة خفيفة على قلوبكم. واذا عجبتكم الحلقه ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، وريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعها موجود اسفل خانه الوصف. وريت انكم ما تبخلوش علينا وتدونا لايك وشير للحلقه، ويا ريت كمان ما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات، واستنونا في حلقه جديده من شريط سينما.